لتلقي العلاج. محمود شاكر لعب الركنيه في اتجاه عبد الله السيسي، لمس براسيه لسه تاني الهجمه الاولى والهدف الاول للنادي المصري. هدف اول جميل جدا عن طريق مين؟ اللاعب احمد زهران. عرضيه المره دي من محمود شاكر عبد الفتاح، والزياده الهجوميه موجوده لمهاجمي النادي المصري، ردت للاعب احمد زهران، سدد بقدمه اليمنى وسط الزحمه، خبطت في القائم الايمن ودخلت الى داخل الشباك لتعلن عن هدف اول لصالح النادي المصري. اذا الهدف الاول موجود بعد مرور 72 دقيقة، وفي الوقت الصعب التقدم للنادي المصري عن طريق اللاعب أحمد زهران القادم من المقاولين. ادي العرضية من محمود شاكر، ادي هنا لمس عبد الله السيسي، راحت لأحمد زهران سدد وسط الزحمة، غيرت راحت في القائم الأيمن ودخلت إلى داخل الشباك لتعلن عن هدف أول وتقدم النادي المصري بهدف أول مش عادي على أغلى 3 نقاط بينادي، بالتأكيد لكسر حاجز التعادلات ولكسر حاجز تعادلات المقاولين والمصري. 4 مواسم متتالية، 8 لقاءات تنتهي بالتعادل.